اذا كنتي تحبي الوصفات السهله والسريعه ما عليك غير بالكغاتان تاع اليوم. كغاتان بالبطاطا والدجاج مفرمد ساهل وكالعاده ضربه في البنه. باش حضرته في مقله حطيت شويه تاع الزيت، جبت نص حبه بصل اللي كنت سكرفشتها نقلي هذا البصل، نزيد نص صدر تاع دجاج اللي كنت رحيته ولا تحبوا تقطعوه، عندي ملح فلفل الكحل زنجبيل توابل الشاورما، نزيد زوج فصوص تاع توم مع مغرفه صغيره لا موتارد ونقلي مليح هذا الدجاج والبصل والثوم مع لي زيبيس ونخليهم حتى يطيبوا. ونروح نوجد لاصوص بيشاميل في كاسرونه، حطيت 50 غرام زبده اللي هي مغرفه كبيره تكون معمره مليح مع زوج مغارف كبار تاع فارينه اللي هما 30 غرام، نقليهم ونزيد نص لتر تاع حليب فلفل كحل ملح، نطيب هذا البيشاميل ونطفي عليها النار. ومن بعد جبت هنايا فخوماج اطلس، ديته هنايا بذوق الاعدام، سينو تقدروا تدوا اي ذوق تحبوه. هذا جبن حقيقي ماشي تحضيره جبنيه، بزاف بنين وحيعطيكم تفرميجه هايله للكغاتا. ندي هنايا زوج مغارف هكا كبار، نحرك مليح، وفي هذا الوقت قليت زوج حبات بطاطا قطعتهم مربعات قليتهم وجدتهم. لاصوص بيشاميل راهي واجده، راح نفرغ عليها هذاك الدجاج ونزيد البطاطا مقليه ونحطهم في المول، ونزيد لهم من الفوق شويه تاع فخوماج غابي، ندخل هاد الكغاتان يطيب من تحت واحد 10 دقائق برك، ونشعلو من الفوق حتى يدي تحميره شابه ونطفي عليه. الكغاتان تاعي راهو واجد في شكله النهائي، وراكم تشوفوا فيه كيفاش راهو يشهي، خفيف ومفرمج وبزاف بنين. هاد الوصفه لو كان تجربوها على بالي حتعاودوها شحال من مره. بصحتكم.